الناس دايما بتتكلم عن إعجاز القرآن، وإزاي النص بتاعه مفيش زيه، وإنه لا يؤتى بمثله أبدا، لدرجة إنهم بيعتبروا الكلام عليه نوع من التحدي الخطير. بس تعالوا نهدى كده ونبص على الكلام نفسه. لو النص ده فعلا إلهي، المفروض يكون فيه علامات لا يمكن لبشر يجيبها، لكن الحقيقة في حاجات كتير جدا تخلي الواحد يشك في إن النص ده إلهي أصلا، أو حتى جاي من عند بني آدم عاقل. والنهاردة هنفكك الموضوع ده بعقل فكر واضح. ضبابية الكلام وعدم الوضوح. هنلاقي إن القرآن مليان كلمات ملهاش معنى واضح، أو ليها أكتر من تفسير، لدرجة إن المفسرين نفسهم بيتخانقوا على المعنى. يعني لما تلاقي كلمة زي الطور أو المرج البحرين أو نجم إذا هوى، لازم تفتح 5 تفاسير عشان تفهم جملة واحدة. طب إزاي يكون كتاب هداية وهو نفسه مش واضح؟ يعني ربنا عايز يهدي الناس ولا بيلعب معاهم وبيقول لهم فوازير؟ هنلاقيه مثلا بيقول: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يعني ايه الرجع والصدع؟ ايه الكلام ده؟ هل المعنى ده علمي شعري مجازي؟ مفيش اجماع على تفسير واضح، وكل مفسر بيفتي حسب مزاجه. تداخل المواضيع بشكل عشوائي. ساعات صور القرآن تبدأ بحاجة وتدخل في حاجة تانية وتخلص بحاجة تالتة ملهاش أي علاقة بالبداية. يعني الصورة ممكن تبدأ بالحرب، بعد كده تروح للتوحيد، وبعدين فجأة تتكلم عن الزكاة أو الجنة أو النار، وبعدين ترجع تتكلم عن النحل. تحس إنك بتتفرج على فيلم مقطع وتجمع غلط. في عندك مثلا أمثلة من سورة البقرة. في الآية التانية بيتكلم عن القرآن نفسه، بعد كده في الآية التالتة والرابعة بيتكلم عن الإيمان بالغيب، بعد كده في الآية الستة والسبعة بيتكلم عن الكفار، بعد كده تلاقيه في الآية 23 بيتكلم عن تحدي الإتيان بصورة، بعد كده في الآية 26 بيتكلم عن مثل البعوضة، بعد كده في الآية 30 بيتكلم عن خلق آدم. يعني في أول 30 آية هتلاقيه عمال يتنطط من موضوع لموضوع بدون أي رابط واضح. فين التسلسل؟ فين البنية؟ مفيش، كله عايم على بعضه. تفاوت القوافي والأحجام. الآيات في نفس السورة ممكن تلاقي واحدة 3 كلمات، واللي بعدها 30 كلمة، واللي بعدها بتنتهي بواو نون، واللي بعدها بيهنون. فين الاتساق الشعري هنا؟ هنلاقي إن مفيش، وده أصلا بيساعد على أي كاتب إنه يكتب زيه، لأنه مش ملزم بأي شكل أو وزن ثابت. يعني لو ده إعجاز، يبقى أي واحد بيكتب أي بوست على الفيسبوك أو تويتر أو غيره من منصات التواصل الاجتماعي بيقول معجزات هو كمان. ان هو القرآن هتلاقي اسلوبه في الكتابة هو اسلوب شعر حر، هو مش شعر اصلا، هو سجع، وسجع حر مش ملزم نفسه باي قواعد او قوانين، فده بيسهل الكتابة على اي حد ومفهوش اي اعجاز نهائي. هناخد مثال من سورة ياسين. هنلاقي في السورة دي بيبدأ بيقول لك ايه؟ ياسين. اولا كلمة ملهاش اي 60 معنى، هي تعتبر رمز من الرموز بتاعت القرآن الغريبة دي اللي ملهاش معنى خالص، فدي طبعا ملهاش اي علاقة بالبلاغة. بعد كده هتلاقيه من الآية 2 لحد الآية 5 بيقول: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. في البداية من الآيات دي من الآية 2 لحد الآية 5 هنلاقي الآيات ماشية على نفس الإيقاع تقريبا، وكلها بتنتهي بصوت متقارب زي الحكيم، المرسلين، مستقيم، الرحيم. ففي نوع من الانسجام الظاهري في البداية من ناحية القافية والحجم، والآيات كمان قصيرة ومتركزة. لكن بعد كده بعد الآية 5 بتبدأ الآية تطول أكتر وتتغير النهايات بتاعتها، وده بيكسر الإيقاع اللي كان موجود في الأول. زي مثلا في الآية 6 بيقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. بعد كده في 7: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هنا القوافي بقت مختلفة والكلام أطول وفي فواصل مش متناغمة زي البداية. لو بصينا للنص من منظور أدبي أو شعري هنلاقي إن مفيش نمط صوتي ثابت، يعني مفيش الالتزام لا بالقافية ولا بطول الآيات ولا حتى بإيقاع معين يكمل بشكل موسيقي متناسق، وده بيخلي النص أحيانا يظهر بشكل غير مستقر فنيا من حيث الشكل، خصوصا لو قارناه بنصوص أدبية تانية زي الشعر الجاهلي أو النثر الفني اللي بيهتم بالوزن والإيقاع. عندك مثل برضو في سورة قريش. عندك الآية الأولى بتقول: لإلاف قريش، آية مكونة من كلمتين بس، وتحس إنها جملة ناقصة مستنية تكملة.
بعد كده الآية التانية والتالتة أطول شوية وفيهم فكرة إنهم بيروحوا رحلة الشتاء والصيف ويعبدوا رب البيت. تمام، بس لا في ترابط محكم ولا في عمق لغوي ولا حتى إيقاع يخلي الكلام يرن في ودنك. بعد كده الآية الرابعة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ودي أطولهم نسبيا، لكن برضه الجملة بسيطة جدا وما فيهاش أي بناء بلاغي يساعد الانبهار. فلو بصيت في الآيات دي هتلاقي إن كل آية فيهم حجمها مختلف عن التانية، يعني في تفاوت في الأحجام. والأغرب من كده إنك لما تحاول تلاقي قافية أو نغمة موسيقية في الصورة مش هتلاقي حاجة. مفيش سجع، مفيش وزن، مفيش أي تناغم صوتي واضح، كأنك بتقرأ 4 جمل عادية جنب بعض مفيش بينهم أي انسجام. ورغم كل ده السورة دي بالذات اللي تعتبر واحدة من أقصر وأبسط الصور هي برضو جزء من التحدي القرآني اللي بيقول لنا هاتوا زيها إن كنتم صادقين. يعني باختصار النص البسيط جدا ده اللي لا فيه بلاغة خارقة ولا إعجاز لغوي ظاهر بيتقدم لنا على إنه قمة لا تضاهى. فإزاي الكلام ده؟ من الآخر كده ده مش إعجاز، ده اجتهاد وأغلبه هاري ومبالغة في التقديس. غياب السرد القصصي المنظم. القصص القرآنية بتتكرر كتير جدا وكل مرة بشكل مختلف وبدون ترتيب. قصة يوسف هي الاستثناء الوحيد تقريبا، لكن معظم القصص التانية بتيجي مقطعة متكررة وفيها تناقضات بين المرة والمرة التانية، كأن واحد بيحكي لك قصة وهو نايم وصحى بعدها بيكملها من أول وجديد بنسخة تانية. عندك مثال قصة موسى مذكورة أكتر من 10 مرات في القرآن، كل مرة بشكل مختلف، مرة في سورة طه، مرة في سورة القصص، مرة في سورة الأعراف، لكن ولا مرة القصة كانت كاملة بتسلسل واضح من البداية للنهاية. القارئ بيضيع وبيضطر يجمع القصة بنفسه من كذا مكان، وده كان مثل من وحيد من أمثلة كتير فيها نفس المشكلة دي. الشيطان بيوحي آيات زي آيات القرآن. في آيات بتقول إن الشياطين بتوحي للناس، وفي آية بتقول إن الشيطان ألقى في أمنية النبي، يعني الشيطان بيعرف يدخل آيات في وسط الكلام. طب إزاي القرآن بيتحدى الإنس والجن إن يجيبوا زيه وهو نفسه بيقول إن الشيطان جاب زيه؟ ده كده بيدمر التحدي أصلا. ده ذكر في بعض الآيات. في عندك الآية اللي بتقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى آخره. ده معناه إن الشيطان عنده القدرة على زخرف القول اللي يشبه أسلوب القرآن. في عندك برضو آية تانية بتقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني الشيطان بيقدر يدخل كلام من عنده في كلام الله اللي النبي بيقوله على إنه وحي. ففين بقى التحدي هنا؟ اقتباس القرآن لكلام بشر في آياته. كتير من الآيات اللي في القرآن منسوبة لأشخاص، يعني هي أصلا أقوال مقتبسة من أشخاص قالوها في وقت ما والقرآن بيسردها، زي فرعون، إبليس، الكفار، المؤمنين، وبيتقال إنها آيات من الله. طب إزاي تحدى الناس يجيبوا زيه وهو أصلا بياخد كلام من عندهم؟ يعني كلام الناس جوه كلام القرآن أصلا. يعني لما ربنا يروي كلام بشر إزاي ده يبقى إعجاز؟ وفي عندك أمثلة. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال إبليس رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. دي كلها آيات عبارة عن نقل كلام بشري قالوه البشر. طب إزاي تبقى دي آيات معجزة واللي فيها هو مجرد نقل لحوار من ناس عادية؟ التكرار الممل والمبالغ فيه. القرآن بيكرر نفس الجمل كتير جدا. آيات العذاب والجنة والنار بتتكرر في كل سورة تقريبا، وده مش إعجاز بلاغي، ده ضعف في المحتوى. تخيل تقرأ كتاب وتلاقي كل فصل فيه بيعيد اللي فات، هترميه في الزبالة ولا لأ؟ أكيد هترميه طبعا لأنه هيكون ممل ومش جايب همه. فيها أمثلة على السريع أهو. في عندك سورة الرحمن اللي بيتقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، ودي اتكررت 31 مرة. ليه؟ فدي مش إضافة بلاغية ولا جديدة، ده حشو وتكرار بدون داعي. وفي عندك برضو السورة المشهورة اللي هي سورة الكافرون والتكرار الممل اللي موجود فيها، ودي مجرد أمثلة. ده في آيات كتير وصور كده في تكرار، أنا بس بضرب أمثلة على السريع هنا لتوضيح المعنى.
هنلاحظ برضو في الآيات المكررة دي اللي بيقول بيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، هنلاقي إن الكاتب متمسك بالقافية كأن حياته متوقفة عليها. ولو دققنا أكتر هنلاقي إنه بيخاطب بصيغة المثنى تكذبان، كأنه بيكلم اتنين بس. طب إزاي؟ هو مش المفروض إنه بيكلم البشر عموما أو مجموعات كبيرة من البشر؟ يعني المفروض يقول تكذبون لو بيكلم جماعة، لكن لا، الراجل قرر يضحي بالمعنى عشان السجع يظبط. واضح إن الحفاظ على النغمة أهم من الدقة اللغوية عنده، وده بيخلي البلاغة اللي بيتكلموا عنها تبان شكلها هش، لأن مش ماشية مع المعنى، بل المعنى هو اللي بيتم التضحية بيه عشان النغمة تفضل حاضرة. وده لو بيدل على حاجة ده مش بيدل على إعجاز، بل بيدل على الكاتب القرآن بيبذل مجهود عشان يحافظ على السجع بالعافية. تعارض آيات القرآن مع العلم والمنطق. هنلاقي إن صور القرآن مليانة أخطاء علمية ومنطقية. هنلاقي مثلا بيقول إن الجبال أوتاد، وإن الأرض ممدودة، وإن الإنسان بيتخلق من نطفة أمشاج وبعدين علقة وبعدين مضغة. طب ده علميا غلط وتم إثبات خطأه كمان، فإزاي ده يكون كلام ربنا ومش مواكب للعلم الحديث اللي هو نفسه خلقه؟ وعندك بعض الأمثلة من آيات القرآن. في عندك بتقول والجبال أوتادا. العلم بيقول إن الجبال ناتجة عن تحرك الصفائح التكتونية، مش مثبتة الأرض كأوداد، فده طبعا خطأ علمي. في عندك آية برضو بتقول ألم ترى إن الشمس تسجد لله، يعني الشمس بتسجد، هو هل ده مجاز؟ فده علميا خطأ وخطأ منطقي كمان. وإيه ألم ترى دي؟ طبعا ما شفناش حاجة، فأنت بتستدل على إيه هنا؟ أي كلام وهري وخلاص. من الحاجات الطريفة برضو اللي ليها علاقة بالموضوع دوت اللي ممكن تسمعها لما مؤمن يدخل في نقاش مع ملحد، هتلاقيه بيقولك انت كملحد بتعتقد ان الطبيعة اللي ما عندهاش وعي او فهم هي اللي خلقتك، ويبدأ يستهزئ ويعيش الدور. لكن في نفس الوقت تلاقي قرآنه بيقول ان الشمس والقمر والسماء والارض والبحر والجبال وغيرها بتتكلم وبتفكر، بتقوم بتصرفات فيها وعي وادراك. يعني فعلا حاجة تضحك. عن محمد مدعى النبوة: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني انت دلوقتي لما تبقى معتقد ان الشمس بتسجد وعندها جدول اعمال وبتيجي تدي تمام وتعمل ريبورت لله تحت العرش علشان تقول له الاخبار، هل ده بقى كلام علمي معجز وفيه اعجاز والكلام الكبير ده، ولا ده مجرد هري وهبل وتخلف؟ لغة القرآن غير متناسبة مع الفئة المستهدفة. لغة القرآن لغة محدودة جدا. هنلاقي ان ربنا هنا في القرآن المفروض بيخاطب العرب الاوائل، بس بيستخدم لغة فيها تعقيد واحيانا كلمات نبطية وسريانية. طب ازاي يوصل للناس بلغة هم مش فاهمينها 100%؟ دي مش معجزة، ده زي ما تكون بتشرح لواحد انجليزي بالياباني وتستغرب انه مش فاهمك. هنلاقي مثلا في بعض الايات بيستخدم مصطلحات مش موجودة في اللغة اصلا. يعني مثلا يجي يقولك القارعة، ما القارعة، وما ادراك ما القارعة، والغاشية، ويجي يقول لك فالأقسم بالخنس، الجوار الكنس. كلمات زي الخنس والكنس والقارعة والغاشية وغيره من هذه الكلمات الكتير اللي ملاش أي معنى في اللغة. وحتى بيقول لك وما أدراك، إن أنا بتقسم لي بحاجة مش موجودة عندي، ملاش معنى عندك أصلا. فالكلام نفسه غريب. فأنت إزاي بتستخدم مصطلحات مش معروفة ومش موجودة وبتقول إن ده إعجاز؟ زي أنت كذا ما تكون بتقول القمننة أو الفنكوش، اي كلام من الهوا، فده ما فيهوش اي اعجاز نهائي. نفسك بايه كمان تحلم بايه كمان سمعني ايه كمان ما تنكوش 2 اول مرة عشان هلا حوش خلي بالك من فنكوش تنترارارم بام بام. القرآن لا يحمل منظومة قانونية أو أخلاقية واضحة. القرآن ساعات يقول لا إكراه في الدين، وساعات يقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ساعات يقول لكم دينكم ولي دين،
وساعات يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني انت مع السلام ولا الحرب، مع التعايش ولا الإبادة. التناقضات دي مش بس لغوية، دي أخلاقية كمان. وإزاي يكون كلام ربنا متناقض بالشكل الفج ده؟ والخبط العشوائي بتاع القرآن ده يتسبب بفتن ومشاكل وحروب لحد النهاردة. يعني انت عندك جانب مثلا هو المسلمين الكيوت بيحاول ياخدوا الجانب المسالم ده ويتحاموا فيه ويتداروا فيه، وفي عندك الجانب الآخر اللي هو الإسلام السياسي اللي هو متمثل في الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين والتكفيريين وغيرهم، بياخدوا الاتجاه العدواني ويبدأوا يعملوا عمليات إجرامية وإرهابية بناء على النصوص المكتوبة دي. فالموضوع مش بسيط، الموضوع بيتسبب في مشاكل وكوارث لحد النهاردة. اللي يقول إن القرآن معجزة لازم يسأل نفسه، هل المعجزة دي فنية، لغوية، قصصية، أخلاقية، ولا الباكج ده كله على بعضه، ولا ده كله مجرد ادعاء وهري بيتكرر من غير دليل حقيقي؟ الحقيقة ان لو اي كاتب دلوقتي كتب بنفس الاسلوب ده، كلام ضبابي مليان تكرار مليان تناقضات ومش مترابط، مش هنشروله في مدونة معفنة حتى. لكن لما تقول ده قرآن، فجأة الناس بتلبس لك نظارة مقدسة وتشوف فيه اللي مش موجود. افتكر دايما مش كل كلام غامض يبقى معجزة، ومش كل كتاب قديم أو أتباعه كتير يبقى مقدس وممنوع عن النقد، ومش كل اللي يقولهولك شيخ لازم تصدقه. لازم يبقى عندك فكر مستقل وعقلية نقدية عشان تعرف توصل للحقيقة في الآخر.